هم احنا عندنا اسئله دينيه سويناها برمضان. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الشيوخ الشباب انطيتهم كل واحد سؤال، يعني ورقه حلوهن، فاكو فائزين ونريد نوزع لهم ولا اسئله بحضورك. وهذا الكتاب هديه لك، تأليف منابر النور، اشعار نبويه. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. غير نعرف الناجح من الصاف. بس لا يطلع محمد العظيم. ايه ايه منابر النور. اي نعم. الله يبارك فيك. اكرم ماي ما يدري البنوات راح الشرع العام ما اريد بنوات. الشرع العام ما وصل. والله طلعت غادر بلا صور. وين اللي جاي يصور؟ خلي تعيد التصوير زين. هذا اللي يسوي هاي دول راح نلعب دول قرعه لان عندنا 4 اوائل. اي قدام خامس الا طلع من يربح صدام بس المفروض لازم الغي ما يفتح. هي اسئله عامه ما يفتح. لا تعيد التصوير احسن لو نطلع. ادري المهنيه ابو اسيا تقول مثل اللي مهن ما مضيفه بلا واحد ببرقه واحد لو صدام لو عمر. انت رجل سياسي جميع راح ترضى واحد الا صح. اذا يطلع اسمك غلط ما تطلع اول ترى. لا انت بس استثني من ملالي. ما يصير يا اخي. هي المفروض ان هم صاحبين علمي اكثر. من ورا ما سلمنا يلا انتبهنا. ما هو مجتمع. انا عارفه اللي يفوز منه. هسه كل من حبه حبه بس تقول هذا هي لو ما شغل الدين كان صدام بجنة سكتة. طلع اول. اوائل 4 راح يسوي قرعه يا هلا والله. شو كل اسم واحد. هاي 4 اوائل فراح يسوي قرعه ويسحبها من اللي يطلع اول واحد، لان كلهم حالين صحيح. يريد ينطي جائزه شوف للمن. انت اسحب. هذا انت تسحب انت عمي الوحده حتى نشوف الاول منه، لان هم 4 فائزين اوائل. ايش الأربعة. ايه صدام زهير. والثاني عم اسحب لنا الثاني. اول من جاوب صدق. هذا كيف؟ هاي ابراهيم. الثاني ابراهيم، حد ابراهيم. سجل الثاني. الثالث احمد. احمد هذا. التصوير الله هو من ظل وياه؟ مجتبى. عمر ثالث. شيخ زهير مجتبى الفوز. وهذا الرابع عمي. الرابع محمد سجله؟ مجتبى الرابع. اي هم ذولا شويه هدايا ثقيله. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. هسه احنا راح نقرا الاسئله حتى تسمعها. تعاي ولا تعاي بشوخ لي. أفضل من هذا الوقوف وهناك شتاء. تقعد؟ الله يبارك فيك. مو شيء. لا
من الأسئلة ذن راح نقرأ لك إياهن. واكو آيات أريد صوت حج إبراهيم يقراهن تجويد. السؤال الأول: ما هي موجبات الصيام؟ ما هي موجبات الصيام؟ الحل قرانا يا حج، طلع لنا بين الآيات. الصيام. موجبات الصيام: أولا المسلم، ثانيا البالغ، ثالثا العاقل، رابعا القادر على الصوم، خامسا المقيم، سادسا لا يمتلك الممنوعات. مفطرات الصوم. السؤال الثاني: ما هي مفطرات الصيام؟ مفطرات الصيام. مفطرات الصيام: ما دخل في الجوف عمدا، وما دخل في الرأس عمدا، والحقن في أحد السبيلين، والقيء عمدا، والجماع عمدا، والإنزال عن مباشرة، والحيض، والنفاس، والجنون، والردة. ما هي أعذار الصيام التي تبيح للمسلم الإفطار؟ نعم. أولا المرض، ثانيا السفر، ثالثا الشيخوخة والهرم، رابعا الحائض والنفساء، خامسا الجوع والعطش المهلكان. الحائض والنفساء. الحائض والنفساء. نعم. خامسا الجوع والعطش المهلكان. سادسا خوف الحامل أو المرضع الضرر من الصيام. أكمل الحديث النبوي: من فراغ إيمانا واحتسابا. نقرأ الحديث. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. السيرة النبوية. السؤال الأول: عدد إلى الجد الرابع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. السؤال الثاني: عدد بنات النبي. نعم. بنات النبي أم كلثوم ورقية وفاطمة وزينب. وأبنائه عبد الله وإبراهيم والقاسم والطاهر. زوجاته خديجة وعائشة وزينب بنت خزيمة وأم سلمة وجويرية وريحانة وأم حبيبة وصفية وميمونة وسودة وحفصة ومارية. السؤال الثالث: رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شهر ولد، وماذا سمي العام الذي ولد فيه؟ ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وسمي عام الفيل. الفيل. أين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين دفن؟ ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مكة المكرمة، ودفن في المدينة المنورة. كم رمضان حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه قبل وفاته؟ حضر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 9 رمضانات وصامهن. أسئلة القرآن. الآيات الذي ذكر فيها اسم الرسول محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. جودنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم
كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الله فيك. السؤال الثاني: عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 عام. اكتب الآية التي تخص الصلاة عليه وما علاقتها بعمره صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعدد هذه الحروف حروف هذه الآية المباركة 63 حرفا، وعمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 63 حرفا، فتوالى عمر النبي مع عدد حروف هذه الآية. ما هو الحرف الذي يقسم حروف القرآن إلى نصفين بالتساوي؟ اذكر السورة الواقع فيها. سورة الكهف، وهو حرف الفاء من كلمة وليتلطف. في خاتمة أي سورة تقع الآية التي تجمع حروف اللغة العربية كلها؟ سورة الفتح. آخر سورة الفتح. آخر، نعم. ماذا قال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل مبشرا بنبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اذكر الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: من صلى علي؟ أكمل الحديث. نعم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى علي حين يمسي 10 وحين يصبح 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. السؤال الثاني: فراغ وفراغ عند الله خير من عبادة 70 عام. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسن الخلق عند الله خير من عبادة 70 عام. السؤال الثالث: من حسن إسلام المرء. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. السؤال الرابع: أحب الأعمال إلى الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. السؤال الخامس: ما هو أول حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الأسئلة الخمسة الأخيرة: صحابة ووقائع. السؤال الأول: ما هي المعركة التي وقعت في 17 من رمضان؟ معركة بدر الكبرى. السؤال الثاني: من هو أصغر الشهداء في معركة بدر وكان عمره 16 عام؟ نعم، عمير بن أبي الوقاص رضي الله تعالى. السؤال الثالث: لمن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لك إنه راض عنك فهل أنت راض عنه؟ قال هذا بحق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. السؤال الرابع: من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سراج أهل الجنة؟ قال بحق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بحق من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كلساني بفمي؟ قال بحق سيدنا عثمان بن عفان.
وبحق من قال هو كروحي في جسدي. قال بحق سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ستمت الأسئلة عمي، عاد بقت الجوائز انت حتى تسلمها للفائزين. هاي جائزة صدام. صدام زهير الفائز الأول. الفائز الأول. الفائز الأول. الفائز الثاني وين؟ لا قاعد هي أصف. لقطات حسام من يستلمها؟ هي الصدام الفائز الأول سلم إياه. الفائز الثاني إبراهيم شيخ كرام. الفائز الثالث عمر الشيخ كرام. جائزة نوزات بين علوش عاطين هاي بشيس اللاقة اللي هي الاسماء شيس بس هي هاي بس. الفائز الرابع مجتبى محمدي. مجتبى ما موجود. ها سلم على